انت نفسك تاخد خطوات كتير في حياتك، بس دايما في صوت جواك بيشدك لورا. بتبقى قاعد في قاعده ونفسك تقول رايك، بس في صوت جواك بيقول لك ايه الكلام الخايب ده، وبعدها بشويه حد تاني يقول نفس الكلام انت كنت هتقوله بالظبط، والناس تسقف له فتحس بندم انك ما قلتش. بيبقى نفسك تبدا مشروع، بس صوتك الداخلي كده يوشوش لك كده ويقول لك انت فاكر نفسك مين، هتفشل زي كل مره. تقابل حد صدفه فتسلم عليه وترحب بيه، وتلاقي نفسك كده بعد ما تمشي جواك صوت بيقول انا افورت ولا ايه. لو سلمت عليه الطاقه اقل تقول هو انا ليه كنت بارد كده. ولما حد يبعد عنك او ما يسالش عليك تبدا تسمع صوت جواك بيقول ما هو عنده حق، مين يعني اللي هيستحمل وجودك. ولما انت اللي تزعل وتاخد جنب يقول لك ايوه انت كده على طول بتأفور وبتكبر المواضيع وانت قموصه، او يقول لك انت كده هتبقى قاسي، بيخليك تكمل حتى في علاقات مؤذيه. ولما تسامح حد يضحك عليك كده ويقول لك اه يا عم انت طيب بزياده، ما انت ساذج عشان كده بيضحكوا عليك. الصوت اللي جواك ده صوت عالي وصوت مزعج جدا، صوت مستمر مش بيهدى، طول الوقت عمال يشككك يقلل منك لحد ما ثقتك في نفسك بقت تتهز تماما. الصوت ده صوت خوف، صوت اتزرع في قلبك من زمان وكبر معاك. بس الحقيقة ان الصوت ده مش دايما صح، وان الصوت ده متعب جدا ليك ومحتاج في اسرع وقت تبدأ تتغلب عليه. وعشان تتغلب عليه اول خطوة محتاج تقفش الصوت ده، تاخد بالك لما بيكلمك. تاني حاجة ما تصدقوش كأنه امر مفروغ منه وانه اللي بيقوله ده صدق وانه لازم كده اقول امين عليه. تالت حاجة محتاج ترد عليه بقوة وتقول له مين قال لك كده، مين قال اني مش هقدر. رد عليه بدلائل وادله كده ان انت عملت ده قبل كده. وخد بالك ان عقلنا ساعات بيحاول يحمينا من عواقب الافعال فيكتفنا، لكن خليني اقول لك انه 80% من الافكار السلبيه هي وهم وعمره ما بيتحقق. فما تصدقش صوتك الداخلي السلبي ده وتحرر منه بانك تبدا تغير حوارك مع نفسك، وما تسيبش الصوت ده يسيطر عليك، ولكن ابدا رد عليه عشان صوته يهدى وصوت الحقيقه هو اللي يعلى.